غابت عننا فترة ورجعت تاني وكسرت الدنيا. في حلويات باسمها وبرفيوم وتقدروا تقولوا كده مدرسة. في الأول قالت العب ودلوقتي قالت ستوب. احنا دلوقتي معاها عشان نعرف هي ليه قالت ستوب، ومعانا النهارده على ميلودي ماريا. بيكي على ميلودي، وتعالي نبتدي الحلقة ونقول ليه الألبوم اتأخر أكتر من سنة ونص تقريبا. لانه كنت عم بحضر الاغاني، سمعت شي 100 اغاني من 100 نقيت شي 10. وتعرف الوضع بلبنان كان في حرب، وكنت عم غير اداره الاعمال تبول القديم، وكنت عم بفسح الالبومي، عشان هيك اخرت شوي. بس انه في كثير من ستارز بينزلوا كل سنتين الالبوم، يعني انا بالنسبه لي ما تاخرت، كانت منيح انه سنه ونص، وكانت لصالحي كمان حتى اعرف اي صوره انا بدي ارجع انزل. بمناسبة الحرب، انت كنت فين في الحرب؟ كنت فين ساعتها؟ كنت في لبنان اول 12 يوم، بعدين هربت. كثير خفنا، كثير كثير كثير. خفتي على نفسك؟ اكيد ما في حدا ما بيخاف على نفسه، خاصة كنت عم بخاف على العالم اللي بحبه كمان، ماما وبابا. هربنا بالطريق من السورية وقتها، وبتذكر وقت صواريخ ورانا مرتين، يعني كنت رايحة أنا ما كان في ماريا. الحمد لله الله كان معنا. وكنت كتير هيك متضايقة بالحرب، ما كنت في نزل شيء بالحرب، لأنه تعرف العالم كانوا مش مبسوطين والوضع ما كانت منيحة. ايه سبب الانفصال بينك وبين مدير اعمالك السابق جاد صوايا؟ ما في شيء اسباب خاصه يعني، بس خلص ما في اتفاق، ما اتفقنا مع بعض. هو افكاره شيء وانا طموحي شيء، ويعني مني اول وحده بترك مدير اعمالي. يعني بهوليوود في عالم بيجتمعوا، في عالم بيفترقوا، مني اول وحده، ما في نصيب. بس نحن كثير بنحترم بعض، وانا بتمنى له كل خير. لسه بتتكلموا؟ لسه في كونكشن ما بينكم؟ ايه بنسلم على بعض. نعم. طيب، عايزين نعرف الشكل الجديد اللي انت حاطاه او اللي انتوا حاطينه للالبوم، ازاي اختلف عن اللي فات؟ اكيد اذا بتسمع الالبوم الالعب والبوم ورجعت تاني، ما فيني انكر انه البوم العب نجح كثير وكسر الدنيا. يعني انا عرفت من وراء اغنيه العب وتكذب عليها، بس انسان بيتقدم. بهالالبوم اذا تسمع اغنيه ورجعت تاني وستوب وكل الاغاني، في تغير بالصوت، لانه بلشت كنت عم بعمل فوكاليز. فوكاليز كتير غيرني لإلي كأدائي، وقفتي كيف بدي غني، كيف بدي اعمل اداء. مغير كتير يعني. انسان بيطلع درجه درجه. وسي دي ورجعت تاني احلى من البوم العب، وانا بتمنى سي دي الثالث يكون احلى من الالبوم الثاني. طيب، تعالي نتكلم عن جاد شويري. اوكي. طبعا لو اتكلمنا عن جاد شويري هنتكلم كتير قوي. طيب، ايه سر التعاون الدائم مع جاد شويري؟ تعرف شو؟ بصي يا حلو. جاد اول ما بلشت معه انا ما كنت عامله اغاني وكليبات. وقفت اول مره قدام مخرج هو جاد شويري، بدي غني وهو مخرج قدامي، ارتحت له. اوكي، تعودت عليه، في انسجام بيناتنا، في قوه، يعني في قوه مع بعض. تعودت له وهو تعود لي كمان. وكليب الثاني وثالث ما في استغنى عنه. تعرف ليه؟ لانه تعودت عليه خلص. يمكن هلا في يصور مع مخرج كثير شاطر، اهم واحد، بس يمكن ما ارتاح له، يمكن ما اطلع انا، تطلع مش ماريا ثاني تطلع، لانه ليه؟ خاف يمكن قدامه، او ما اقدر اعطي اللي انا فيه جواتي. هيدا هي بس. العب 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 يا سيدي، العب 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 يا روحي علشان حبك قوي. العب 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 يا لعب، العب 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 يا سيدي، لعيب حريف قوي. عمال بتخطط وبترسم على ايه يا جميل الصورة؟ هو احنا بنعشق يا حبيبي ولا احنا بنلعب كورة؟ العب 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 ستوب. تعالي نرجع ورا خطوه كده ونسال، ايه الفرق بين اداره اعمالك حاليا واداره اعمالك قبل كده مع جاد صوايا؟ ايه الفرق اللي انت حاساه؟ ليه عم نحكي كثير بهالموضوع؟ لا، احنا بس عايزين نعرف الفرق. يعني انت حاسه دلوقتي ان الموضوع احسن؟ بدي اقول لك شيء، كل شيء بيصير من ربنا، صح؟ صح. كل شيء بيصير على صالح الانسان. وانا
ما بدي كثير شدد بهالموضوع، كل شيء صارت على ايه رايك في نسخ ماريا او في. الناس اللي بتقلدك؟ انت قلته بتمك. في ماريات كتار، بس ما بحس رح يصيروا محل ماريا الأصلية، يعني عرفت. أنا بقول لهم خليكم مثل ما انتم، ما تقلدوا، لأنه التقليد ما بينجح. الأصلي تبقى بعدين عالم عندهم ماريا واحدة، ما بدهم 100 ماريا. بس بيني وبينك خليهم نسخات، تعرف ليه؟ منيح كرمالي. ده كويس بالنسبه لك. هيك بيرفعوني اكثر. خلي هيك احسن. اختفيتي قبل نزول الالبوم بفتره؟ اختفيت صح، حتى كنت رح نزل البوم جديد وكليب، لازم اختفي شوي العالم يشتاقوا لي وارجع بالقوه. ماريا، مش حاسه انك ابتديتي مثلا غلط؟ لا بالعكس، ليه غلط؟ لا يعني انت مش حاسه ان يعني انت دلوقتي بتحاولي تغيري الايمج بتاعتك من الالبوم الاول للالبوم الثاني، مش حاسه ان الالبوم الاول كان غلط ولا انت شايفه انه كان كويس؟ بس انا بدي اقول لك شغله، بدي اذكرك شيء. لا ما كان غلط، اول شغله. ثاني شيء انا بلشت كثير صح، كثير مزبوط، وهلا الدليل انه هلا بالساحه الفنيه عم بيتخانقوا مع بعض مين بدها تغني ولا اولاد صغار، او مين بدها تلبس فستان الباربي تعمل حالها لوليتا والبوبي والباربي. انا وقت عملت سنه 2004 نزلت سي دي العب، ما كان في من هيدا ستيل. البنت صغيره عم بتغني وهيك. وقت ما عملنا كانت جديد من هالنوع، عشان هيك عالم دغري انه نجحت، عالم يعرفوني وحبوني. بس هلا بالساحه الفنيه كلهم صاروا هيك. بالعكس، حاله تغير، حاله دائما انسان الناجح بيكون عنده دائما شيء جديد، شيء تغير. والحمد لله انه جد شويرة عنده افكار حلو ومميز، حبينا نغير لانه عالم بيزهق يشوف نفس الشيء، عالم بيزهق، وصراحه زهقنا نفس الشيء كله نفس الشيء. حبينا نميز ماريا، وكمان رجعت بلوك جديد، بلوك مميز بهالستيل الياباني نحن مش شايفين قبل. انت شفت قبل؟ لا انا ما شفتش قبل كده. قبل. لا بالعكس، هو لايق عليكي. ايه يمكن عشان لون البشره كمان صح، بيأثر والشكل. لون الشعر وهيك عشان